السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وإخواتي رواد صفحة قناة شام الأصيل، الله يسعد مساكم وأوقاتكم كلها يا رب. واليوم رح نسوي أكلة حلو خفيفة نظيفة وسريعة وأكثر الأولاد والكبار والصغار كلهم بيحبوها، واللي هي أكلة الكريب. في ناس بتساويه سادة بيحطوا له مربى مشكل، في ناس بيحطوا فواكه مشكلة. هي كل واحد حسب هو شو بيرغب وشو بيحب، بمقادير سهلة وموجودة وين ما كان. إخواني مقاديرنا أول شي بيلزمنا 4 بيضات، وكاسة ونص طحين، وكاستين حليب بحرارة الغرفة، معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار زيت مازولا، رشة ملح، معلقة كبيرة فانيليا، وشوكولا بيلزمني شوكولا انتم بتحب النوع اللي انتم بترغبوه، النوتيلا بلاقي انا اظرف شيء واحسن شيء، وحليب نسلة مكثف كمان. هي كمان كلها بترجع لكم انتم شو بتحبوا تحشوها من قلبها. وبالنسبة للفواكه انا اخترت الفريز والموز والكيوي، كمان هذا الشيء بيرجع لكم، كل واحد حسب شو بيحب وشو بيرغب. وهلا بنروح على التحضير. اخواني هلا عنا اول شيء بدنا نغربل الطحينات. اول شيء بنحط المواد السائلة افضل، على طول وقت بدكم تعجنوا او شيء حطوا المادة السائلة اول، لانه الطحين اذا بيجي بالسفل بيجبل وبيطول لينخلط معكم. بسم الله. هي الاربع بيضات، معلقتين كبار زيت. بسم الله. معلقتين كبار سكر، معلقة كبيرة فانيليا، رشة ملح خفيفة، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة بس، هدول بكفيوا. وهلا بدنا ننخل الطحينات. هلا هيك صاروا جاهزين. هلا بدنا نخفقهم. أول شي بنبلش فيهم على الخفيف. بعدين بنبلش نزيد السرعة. إخواني هلا هيك بعد ما انخفقوا منيح ضليت تقريبا عم بخفقهم شي 3 دقايق. هلا المرحلة اللي بعدها بدنا نصفيهم. بسم الله.
هيك صاروا جاهزين. هلا بنريحهم 5 دقائق وبنروح على مرحلة الشوي وبدنا نحطهم بالمقلاية. اخواني هلا مرحلة الشوي. اول شي بجيب صينية مثل هاي، بحط فيها فوطتين قطن مشان انا احط فيهم الكريب اول ما يطلع مشان ما يبس. هي بالنسبة لهدول. المقلاية عندي رشة زيت او دهنة زبدة يلي المتوفر عندكم او يلي بترغبوا فيه. هيك دخلة خفيفة بس اول الرغيف. هذا الحكي. هلا بدي احط العيار. انا معير عيار كبجاية واحدة، وكل ما بدكم تستعملوا الخليط كل ما بدكم تساووا الرغيف تعملوا هالتقليبة هي والتحريكة هي كتير ضروري. هلا انا معير الرغيف كبجاية واحدة. بسم الله. صبها هيك بالنص وانتم بتتحكموا بالدائرة. ميلوا المقلاية كيف ما بترغبوا ليطلع عندكم الرغيف دائري. بيتحمل حوالي دقيقة من فوق ودقيقة على الوش الثاني أو أقل. الوش الثاني أقل بياخذ. وأول ما يستوي ببين معكم هدول الأطراف بيصير لونهم زهري، بيكون الوش الأولاني استوى. هلا بلشت تستوي. شوفوا شلون اخواتي صارت تقب على حالها. هسه بدها شوي. هلا بتوقع صارت منيحة تمام. هلا كثير بدير بالي وقت بدي ابعد عشان تضلني محافظ على شكلها. شايفين اخواتي هيك بيكون كثير لونها حلو وذهبي ولا سميكة ولا رقيقة. هيك كثير منيحة. في ناس بيساووها هيك راس صغيرة. هذا الشيء بيرجع لكم كل واحد حسب ما يرغب. هسه بدها شوي. حاولوا ما تقووا النار تحتها عشان انتم تتحكموا باللون اللي بدكم اياه ما يغدركم الغاز. بدها شوي لسه. هلا صارت تمام. هيك وبخلي لحتى اخلص الخليط كله. شوفوا اخواتي هاي وش وهي الوش الثاني. بكمل الخليط كله. بشوفكم بعدها. اخواني هلا بدنا نبلش بلف الكريب. هلا الكريب صاروا كلهم عندي جاهزين بهالشكل ومغطيهم. شوفوا شلون رطبين مشان ما يبسوا معنا. ناخذ رغيف منه. شايفين وشه وفاه محلاه. وفيكم قلت لكم النوع الفواكه اللي انتم بتحبوه بتحطوه. هي النوتيلا أنا عندي سيختها حطيتها بقالب.
وهي حليب النسلة. قال شو؟ هاي الريجيم، قال بيقولوا لكم الريجيم. والله أنا بحسها يعني مشتقة من كلمة شيطان رجيم، لأنه فعلا رجيم. هلا هيك نقلبها هيك بشكل مثلث، تطلع معكم هيك شكلها كثير جمالي وحلو. شايفين اخواتي محلاها؟ هلا نحطها صحن هيك. هلا رح ساوي وحدة ثانية بشوفكم مرحلة التقديم. هلا هيك صار جاهزين. هلا بنزينه حسب ما انتم بتحبوا اخواتي. وهي انا غيرت شكل، سويت منهم واحد صغير عشان ما تتقيدوا بالموديل اللي نحن عملناه. كل واحد بيعمل موديل اللي بحبه. هلا بدنا نروح لمرحلة شو؟ مرحلة المجاكرة. اخواني هيك بنكون وصلنا لنهاية وصفتنا لليوم، وهي النتيجة مثل ما لكم شايفين. وانا عودتكم انه اي شيء بنساويه ندوقه، وبنفس الوقت اسمها مرحلة المجاكرة. بسم الله. ولي على قامتي. شو هاد؟ لك شو هاد؟ لا ريجيم ولا شيء. واستنوا علي، الحقوا صفحتي وقناتي، شهر بتصيروا بتحكوا بطنكم هيك. لا تصدقوا، عندي صحتكم بالدنيا. ان شاء الله ربي بيديم عليكم وعلى اولادكم الصحة والعافية. واي شيء الواحد ياكله، اي شيء بنفسه ياكل منه ياكل، بس بالمعتدل. وهي عينة قدامكم. بتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.